ازاي اكون واثقه من نفسي. كنت بتفرج على فيديو من فيديوهات ويزرد ليز، وهي فعلا انا بحبها، غيرت فعلا من تفكيري جامد، الهمتني لدرجه اللي انا فعلا كان نفسي من زمان اتكلم في المحتوى ده. انا قلت خلاص هي دي اللحظة اللي أبدأ فيها الكلام ده فعلا، عشان أنا محتاجة الأفكار الإيجابية اللي محدش بيتكلم عنها في الوطن العربي. لا احنا لازم فعلا نتكلم عنها، لازم نوعي البنات، لازم نبقى فاهمين. أنا طولت عليكم، خلونا نبدأ النهاردة. دلوقتي عايزة أسألك سؤال، ليه أنا أصلا أكون واثقة من نفسي؟ هو أنا بعمل إيه في حياتي علشان أكون واثقة من نفسي؟ أنا بقضي وقتي إن أنا أتفرج على حاجات ملهاش لازمه، انا ما بعملش حاجه تفيدني، انا ما بروحش جيم مثلا عشان صحتي. يا ستي انت مش عايزه تروحي جيم، ما بتتمرنيش في البيت مثلا، ما بتاكليش اكل كويس. طب لما انا عاداتي بنسبه كبيره هي مش صحيحه، مش مخلياني حاسه ان انا بعمل حاجه اصلا عشان تخليني عندي ثقه بنفسي. طب انا هبقى عندي ثقه بنفسي ازاي؟ حاجه عند اليابانيين دايما بيقولوها ان هي مش بتتقاس انا بعمل ايه في حياتي، هي بتتقاس ان انا كل يوم لازم اكون فعلا بعمل حاجه تفرق معايا. الحاجه الصغيره اللي هتفرق معاكم وانتوا بتعملوها في اليوم هي دي اللي هتخليكم عندكم ثقه بنفسكم. يعني محدش يتوقع ان انا ابقى ماشيه طول الوقت فعلا عندي ثقه بنفسي